اهلا بيكم، عاملين ايه؟ فيديو النهارده مهم قوي 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 وطلب مني كتير جدا. فيديو النهارده هيكون عبارة عن مجموعة تمارين وانشطة مهمة جدا للاطفال من سن 3 سنين لحد سن 10 سنين 15 سنة وكمان فيما فوق. مجموعة الالعاب او مجموعة الانشطة اللي هنشتغلها النهارده او اللي هقدمها لكم النهارده بتفيد الأطفال جدا في مهارات التركيز والانتباه والذاكرة والمهارات الحسية والإدراكية والبصرية والسمعية والتطابق ومعرفية وحاجات كتير جدا جدا هتفيد أطفالكم. كمان لو في أطفالكم ما بيقدروش إن هم يذاكروا كويس أو إن هم بينسوا، تعالوا برضو نركز بقى في مجموعة الألعاب ديت علشان كل مامي دلوقتي احنا في اجازة خلاص، فهيبقى سهل جدا ان هي تشتغل مع اولادها وتأهلهم للترم التاني يكونوا عندهم استعداد للمذاكرة. يلا بينا نبدأ بقى ندخل على مجموعة الأنشطة، وكل مجموعة منهم أقول لكم دي بتفيد الأطفال بإيه. اللي قدامكم دي من أول الأنواع الانتباه البصري. اول حاجه هنبدا ان احنا نعملها، هنشوف الصور او مجموعه الفاكهه اللي موجوده في مربع ديت. اناناس، عنب، كريز، تفاح. بيقول لك كل واحده فيهم هنعد من الحاجات اللي موجوده، هنعد مثلا كام تفاحه، كام عنب، كام اناناسيه، كام واحده من الكريز، ونبدا ان احنا نعد ونحط النمبرز فوق او تحت نوع من الانواع ديت. الحاجة التانية برضو بنبدأ ان احنا نشوف كام طاقية، كام مقشة، كام شبح من الحاجات اللي موجودة، وبرضو بنعد المربعات في الاشكال اللي جوه المربعات، وبنبدأ نحط الارقام او النمبرز بتاعها. هنا نفس الكلام، بنبدأ نحط الهدايا، الحمار او الحصان دوت، بابا نويل، الهدايا اللي موجودة. بنبدأ برضو نعد كل واحدة من المربعات ونحط النمبرز بتاعها، وبعد كده بتبشري انت مع ولادك هل هم عدوا كويس ولا لا، اتلخبطوا ولا لا. مهمة جدا جدا بالنسبة للمهارة البصرية. تعالوا بقى ندخل على أنشطة الانتباه السمعي. اول حاجة معانا هي مربعات كتير. كل حاجة من دول بتبدأي انتي تخبي الورق دوت وبتوريه بتبدأي ان انتي تسمعي الولد او للبنت النمبرز او الحرف او الكلمة، وبعد ما بتقولي مثلا هتقولي لها 1 1، 5 و5، 3 و6، 10 و12. انت قلت خلاص كده النمبرز اللي انت بتقوليه، وبعد كده هتروحي مش مبينه لهم حاجه اساسا، وتساليهم كام سؤال. بعد ما تسألي اي سؤال، مثلا التيشيرت اللي انت لابسه قد ايه، لونه ايه، البنطلون نوعه ايه، شعرك فيه كام شعرايه، سنتك فيها، بقك فيه كام سنه، مناخيرك كام فتحه. اي سؤال انت عاوزه تسأليه للولاد، بعد كده ترجعي تقولي لهم انا قلت ايه النمبرز او ايه الكلمه او الحرف اللي انا قلته. وبعد كده ندخل على النشاط اللي بعد كده. التمارين اللي جاية دي كلها تمارين انتباه وتركيز وعضلات، نقوي عضلات الكبيرة والدقيقة، وبتساعد كمان على المرونة والانتباه والإدراك البصري. مثلا زي الصورة دي بتقوي جدا التركيز وعضلات الفم. هنا برضو بتركز قوي على الانتباه والتركيز عند الأطفال إن هم يحطوا إيديهم على الإيد والرجل على الرجل وهكذا، ودي برضو بتزود التركيز والانتباه قوي. نفس الكلام هنا، برضو نفس الكلام هنا، وكمان هنا بقى بلس ان هي بتزود التركيز والانتباه. بتبدأ ان انتي تخلي طفلك يحط او يدخل الضوء من بعيد، مش عايزاه يبقى من قريب، لا من بعيد، هيزود التركيز قوي قوي قوي. وهنا برضو بيزود التركيز قوي عند الاطفال. تعالوا هنا بقى دوت بيبدأ ان بيعلي عند الطفل تميز البصري وتطابق الاشكال او الالوان. مهم قوي. يعني مثلا ايه، انت هتجيبي لهم مجموعة الوان وهتجيبي لهم الحاجات دي انت تلونيها او تطبعها لهم، او انت ترسمها لهم، ويبدأ الطفل ويلونوا كل عمود من العواميد بنفس اللون اللي موجود قدامهم فوق. هنا بقى دي مجموعة كروت، كل كارت من الكروت دي فيه شكل من الأشكال الموجودة، فيبدأ هنا الطفل برضو بيطابق الألوان وبيطابق نفس الشكل.
هنا برضو بتبدأ ان انت تخلي الطفل ان هو يطابق الاشكال باللون او اللون باللون. يعني مثلا هنا مجموعة مشابك فيها كذا colors، ومثلا ياخد البربل يحط مع البربل، البينك مع البينك، البلو مع البلو، اليلو وهكذا من نفس الشكل. وبسيطة جدا، تقدري كل الألعاب دي تستخدميها أو تعمليها في البيت بشكل بسيط جدا، وتلونيها بشكل بسيط وتقدري ان انت تعمليها، مش هيبقى عندك صعوبة في انك تشتري حاجة من بره. برضو دي نفس الكلام، سهلة جدا، تقدري تجيبي خافض اللسان وتبدأي ان انت تلونيه بالشكل دوت وتعملي شكل للطفل والطفل يبدأ ان هو يقلد نفس الشكل. وهنا بيعلمه او بينمي عنده مهارة التطابق وان هو يعرف مع الالوان وهكذا. وهنا نفس الكلام برضو. هنا بقى دي أنشطة بتبدأي ان انتي تعرفي اولادك اللون، بتعرفي الالوان، الفاكهة، الخضار، ان هو يوصل الشكل بالشكل التاني، ان هو يمسك القلم كويس ويعرف يوصل. ده هيفيده جدا بعد كده لما يدخل الحضانة او المدرسة. تمام، برضو دي الشكل باللون بتاعه بيطابق الشكل باللون. وهنا نفس الكلام، الشكل مع اللون. هنا بيبدأ الطفل برضو يتعلم ان هو يطابق الشكل بالشكل، فين العنب مع العنب، التفاح مع التفاح، البرتقال مع البرتقال، البطيخ مع البطيخ. هنا بقى المجموعة اللي جاية دي مهمة قوي. هنا بتبدأي تعلمي طفلك المهارات المعرفية. ايه الحاجة اللي انت بتقعد عليها، او ايه هي الحاجة اللي انت ممكن تلبسها في الصورة دي، او ايه هي الحاجات اللي ممكن تلعب بيها، او ايه هي الحاجات او الاشياء اللي ممكن تنام عليها، او الحاجات اللي انت ممكن تسرح بيها، او الحاجات اللي ممكن تشرب بيها، او انت بتشرب بايه، توجهي له السؤال. او انت ممكن تكون بتركب ايه. الحاجات دي مهمة قوي للاطفال عشان تعرفيهم الفرق ما بين الحاجات اللي بناكلها والحاجات اللي بنشربها والحاجات اللي بنقعد عليها والحاجات اللي بننام عليها والحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية، كأن احنا نسرح شعرنا بايه وهكذا. مهارات معرفية دقيقة ومهمة جدا جدا للاطفال. هنا بقى بتبدأي ان انت تعلمي الطفل مهارات بصرية مع تركيز مع انتباه مع تطابق، مجموعة شاملة جدا. المجموعة اللي جاية دي بتبدأي كمان تعرفي ايه هي الاعداد والالوان. يعني مثلا بتحط للولاد مجموعة الوان وتقولي لهم ايه هي الالوان والحاجات المهمة بالنسبة لهم، او مجموعة الالوان اللي هم بيحبوها او اللي بتكون زاهية. يعني مثلا ما تجيبيش كشميري وتجيبي زيتي او اللي هو البترولي وتعرفيهم، لا، احنا عايزين نعرف اولادنا مجموعة الالوان اللي هي معروفة للكل، ابيض واسود وازرق واخضر ولبني وبرتقاني، الكلام ده كله. مع بقى ان احنا نعرفهم الاعداد، مثلا دوت 1، فاحنا هنبدأ ان احنا نحط ايه، هنحط الدايرة هنا 1. طب هنا ده مثلا المربع، وبرده بتعرفيهم الاشكال الهندسية، دوت دايرة، دوت مربع، دي نجمة، ده مستطيل وهكذا، بس بالاعداد بقى. هنا بتعلميهم برضو الالوان. بيبدأ الطفل ان هو يعلي عنده المهارة البصرية مع المهارة الحركية. هنا مثلا اللون دوت اصفر، اللي في الجنب ده اصفر واللي فوق ده احمر، يبقى هنرسم اللونين اصفر واحمر. مثلا اللي جنبهم اصفر مع موف، اصفر مع لبني، اصفر مع بني، اصفر مع احمر وهكذا، اخضر مع احمر وهكذا. يبدأ الطفل ان هو يشغل عضلات ايده والمهارة الحركية والمهارة البصرية مع تركيز وانتباه. هنا نفس الكلام، في مجموعة هنا مثلثات مع مجموعة أرقام. بيبدأ الطفل إن يشوف المثلث رقم 1 لونه إيه ويلون نفس اللون، الأحمر رقم كام أو النمبرز بتاعه كام ويلون نفس اللون. حاجات مهمة جدا. هنا بتبدأي تقولي للطفل شوف المربع اللي هنا متخطط عليه أو أنه مربع مخطط عليه، هتعمله بنفس المربعات الناحية التانية. مهارة بصرية وحركية وتركيز وانتباه. هنا نفس الكلام، بتوري الطفل المربع دوت مرسوم فيه اشكال ايه وبرده بيطابقها.